على ما قالوا جدودنا زمان، كان يا ما كان بلاد بعيدة، كانوا جوج تشبان خوت شقايق، ماتوا والديهم وورثوا ليهم دار اللي بقاو عايشين فيها مدة وزمان. قرر كل واحد فيهم يتزوج، اتفقوا باش ما يبيعوش دار الوالدين، وباش يبقاو مع بعضياتهم مزيان يفرقوا الدار، وكل واحد فيهم يعيش فيها مع وليداتهم، ويبقاو خوت وشقايق وجمعهم باب واحد. هكذا فكروا الخوت قبل ما يتزوجوا، باش يتفاداو مشاكل الخوت مع العيالات. وداك الشي اللي كان، قسموا الدار بيناتهم، وكل واحد فيهم تزوج، وداروا عرس على قد الحال، حيت كانوا بزوج غير حطابة على باب الله. وهذا ما كان يا سيادي، عاشوا سنين على داك الحال، والخوت داروا وليدات، وكل واحد فيهم كيخرج يسعى رزقو بوحدو. هاد الخوت كان واحد سميتو زروال وواحد سميتو كبور. كبور مسكين كان حالو على قد الحال، بقى فقير. النهار وما طال يهز الفاس على كتافو ويقصد الغابة، يحطب داكشي اللي تيسر له ويهبط للسوق يبيعه، والبركة اللي جابها في نهارو يهبطها لمرتو ووليداتو. أما زروال كان بين ليلة ونهار حالو تيسر، ويا سبحان ودي الأحوال، كان كبور ديما متعجب من حالو وحال خوه، وكيقول ما عرف كيفاش خويا زروال حتى حالو ولا سما حسن من حالي، وحنا عندنا خدمة وحدة وكنحطبو من رغبة وحدة. اللي ما عارفش كبور هو خويا زروال. في يوم من الايام وهو في الغابه كيحطب، حتى لقى عند جدور واحد الشجره مدفون فيها واحد الجوهره كبيره من المنظر كتفتن. لفها على منديلو ومشى في جلايلو كيهتر، وداها لمرتو حاده. شوفي يا لاله حاده، واش لقيت؟ هاد الجوهره باينه فيها تمينه، وقام المنظر ديالها اللي كيفتن، باينه ما تكون خساويه. شافتها حاده وفرحت بزاف، عينيها خرجوا وقالت له صافي، هذه هي باب سعدنا، اخيرا غيتقاد السعد ديالنا ونخرجوا من هذا الفقر اللي حنا فيه. جمع زروال النوضه في الحال وعيني مالياهم الفرحه، وقال لها انا غادي عند خويا كبور نعلمو بهاد الشيء اللي لقيت. اجي لهنا فين غادي؟ ما كاين لا خويا لا صديقي في هذا الوقت. كيفاش لاله حاده؟ هذاك راه خويا، وحياتنا كامله وحنا كنتشاركوا الحلوه والمره، ما نقد نخبي عليه هاد الشيء. هذاك خوك كان زمان قبل ما يتزوج ويدير دارو ووليداتو، انت دابا راك تزوجتي وعندك دارك ووليداتك، وهذا الخير من حقنا حنا ووليداتك. يلا عيدتنا، لازم ما تكتم هاد السر غير بيناتنا. زروال فكر في كلام مرتو حادة، دورها في راسو مزيان واقتنع بكلامها، وقال مع راسو حدا عندها الحق، هاد الخير لقيتو انا بيدي، تا هو كون لقى شي حاجه كون راه خباها عليا. ومر هاد الشي زروال مشى عند خوه كبور وعلمو بلي كان جامع واحد البركة، ونسيبو حتى هو غيعاونو بشي بركة ديال الفلوس، وغيحل واحد المحل ديال التجارة. ومن ورا داك النهار صبحوا الخوت، واحد فقير وواحد ميسور الحال. كبور كان راجل نفسو حارة، وخا ما يكون عنده عشا ليلة يسد باب دارو ويحمد الله، ولكن النسا ديال الخوت كان بيناتهم كلام آخر. حدا مرات زروال من صباحها ولات تلبس غير القفاطن الحرير، وتزين بالجوهر الثمين والذهب مزرزر في اليدين، وحتى رجليها كل مرة مزينهم بخلخال. هادشي ما كانتش كتبغي تخبيه، كانت كتبغي تبين هادشي للناس وتباهى عليهم. واولهم جوهرة مرات كبور اللي مسكينة فقيرة وما تكسب ما تعلم. حادة كانت كل نهار كتجي عند جوهرة وتقول ليها ايوا كي جاو كدبان الجداد اللي شرا لي راجلي زروال، ما كيهنالو البال حتى كيشوف يديا مزرزرين بالذهب. حادة كانت كل نهار كتصبح بهاد الهضرة وتفقسها بها. كل حاجة شراتها جديدة تمشي وتوريها ليها وتفقسها بها. إيوا السهم اللي ما يقتل كيجرح. جوهرة مسكينة ما بقى عندها صبر، وولات حتى هي كتغير من حادة وتقول ماني انا ما نستاهلش هاد الشي، باش حسن مني هي؟ انا حسن منها وصغر منها وزين منها، وحتى انا نستاهل نلبس بحالها ونزين بالذهوبات. وصبحات جوهرة كل نهار ملي رجع كبور من الخدمة ما تسكت من الكلام وتبخلو راسو بالهضرة القاصحة. ايوا سيدي كبر، قولي كي كنجيك انا مالي قل من نسا. انتي لاله جوهرة، وانتي الجوهرة ديالي ديال بصح، ولا ولات العيالات. ايوا مال حادة راجلها مهلي فيها، كل مرة جايب ليها شي حاجة من الذهب
والجوهر الثمين. واش منك يا قفاطن، واش منك يا تواب غير الملاح، حتى انا بغيت نكون بحالها. جاوبها كبر مسكين اللي هدو الزمان والهزه ديال الفاس نطيحها له الراس وقال ليها: انا لا جوهره ديري عقلك شويه، انت كتشوفي مقاتل مع الزمان، بغا تغدينا ما نلقاو باش نتعشاو، وباللي نفكر غير في غدا واش غنجيب منه شي بركه ولا لا، وانت كتقولي لي الذهب. جوهره ما كتلقى باش تجاوبو، ولكن الغيره كتاكل فيها. انا ماشي سوقي، مني من قراناتي، حتى انا بغيت نكون بحالك انتي، نلبس ونتزين بحالها. واش هي تجي كل نهار وتوريني اش جاب ليها راجلها، وانا النهار اللي جات تلقاني بنفس اللبسه؟ الله يهديك الجوهره، هذوك ربي رزقهم، وحنا هاد الشيء اللي عطا الله عايشين به. واش تبغيني نوض نمد يدي على حاجه غيري باش نشري لك داكشي اللي بغيتي؟ ايوا يا سيادي، كتبقى عليا بالهضره حتى كتعيا وتمشي تنعس، حتى يصبح الصباح تاني حتى كتبغي تنسى وترضى بداكشي اللي مقدر ليها الله، حتى كتدخل عليها حد عاوتاني وتبقى تقلي ليها في السم وتشعل فيها نار الغيره من جديد. ايوا يا لاله جوهره، انا قدام السعد على راجلي السي زروال من النهار اللي جابني لدارو، والخير غير متفق عليه. سبحان الله، كاينين شي نسا قدامهم قدام النحس على رجالاتهم، وجوههم تكون غراب. جوهره كتكمل داك الكلام في قلبها وتسكت، حيت عارفه الا مشات حتى ردات عليها بشي كلمه تما ينوضوها قرباله. وكبور ديما كيوصي فيها ويعاود: من داكشي نهار تمشي دابزي مع مرات خويا وتخلقي العداوه بيناتنا. وهذا الشيء اللي كيخليها صابره على اي كلمه تسمعها، حيت كدير بوجه راجلها، كتردها غير في الندير على كبور، كتسنى غير يجي باش تبدا عليه عاوتاني بالشكاوي وتعاود له في نفس الهضره. واش انا ما غتقعدش حياتي شي نهار؟ راني عييت، شوفي لي شي حل، حتى انا باغا نبقى نلبس ونتزين بالذوبات بحال حده. واش ما غتساليش عليا من هاد الكلام؟ يا هاد المراه هنينه الله يهديك. ياك هذاك خوك الوحيد، ايوا قول يعاونك ولا يخدمك معاه في المحل ديالو. انا لا، هذاك خويا وما باغي منه والو، زروال على ود الريال راه يبيع بواه، واذا طلبت منه شي حاجه راه غيقولها غا طامع فيه وحاسدو. اللهم خلينا انا وياه مزيان، حسن ما نخسروا بعضياتنا على قبل الفلوس. وبقاو كل ليله على هذا الحال، حاده كتكب سمها على جوهره، وجوهره كتسنى غير كبور يجي من الخدمه وتكب عليه الغيره ديالها منها. حتى كبور عيا من هاد الهضره. يا ربي هذا الراجل يهدي الله ويشوف فيا تا انا، راه عييت من هاد الشيء. صافي تنغداو يحل الله، ندوز عند مول الذهب وناخذ لك شي خيط ديال الجوهر. جوهره غير سمعت هاد الكلام طارت بالفرحه، ما تيقاتش سمعت ودنيها، وبدات تزغرت وتمدح فيه. كبور ما عرف كيفاش خرجت له ديك الهضره من فمو، وهو ما لاقي حتى ما يوكلها، وبقى له غير الذهب يشري ليها. ولكن جوهره ما داها نعاس ديك الليله بقوه الفرحه، كتسنى غير امتى يصبح الصباح. وغير ادا الفجر ناضت جوهره وجدت لراجلها الفطور فطراتو وغادي وتوصي فيه باش ما ينساش داكشي اللي وعدها به. وغير خرج كبور وصبح الصباح مشات عند حاده وقالت ليها: ايوا يا حد اش غنقول لك، البارح وعدني السي كبور يجيب لي الطوق ديال الجوهر. حاده غير سمعاتها وقالت مع راسها ياك ما حتى هما لقاو شي كنز اللي يغنيهم. سولاتها وعارفه باللي جوهره اللي كاينه غتقولها، ما كتعرف تخبي هضره. بصح ومين غيجيب الفلوس باش يشري لك الجوهر؟ اليوم وعدني غير غيسالي غيمشي يبيع داكشي ديال الحطب ويدوز وياخذ ليا العقد ديال الجوهر من دايري. حاده فمات بلي كبور بقوه ما صدعت له راسو بالنقير، قال ليها هكاك غير باش يتفك من كلامها. ايوا اجل وسالك هذاك الطوق ديال القفطان باش في العشيه ملي يجيب لك عقد الجوهر يبان في عنقك. ايوا حتى جوهره بلا عجز قربت عندها ووسعت ليها الطوق ديال القفطان باش زعما ملي يجي تلبس الجوهر يبان مزيان في عنقها. وبقات جوهره فرحانه وكتسنى النهار كامل غير امتى يجي كبور ويجيب ليها داكشي اللي وعدها به. ايوا يا سيادي، تعاشى الحال وكبور وصل لدارو مسهوت من تمارات ديال الخدمه، هاز الفاس على كتافو وجايب لولادو ديك البركه اللي صورها في نهارو. وبقوه العيا وتماره نسى كاع اش دار بيناتهم من كلام قبل ما يخرج.
بقات جوهرة كتسنى فيه غير يجبد ليها داك الذوق ديال الجوهر. فين هو أكد الجوهر اللي وعدتيني به؟ ياك ما نسيتيه؟ كبور العيا اللي كان فيه ما مخليه حتى يهضر، ما بغى يصدى راسو معاها وقال ليها لا لا ما نسيتوش، بغيت غير نزيد عليا البركه اللي جمعت اليوم ونمشيو نشري لك واحد السركله ديال الذهب. ايوا صافي. هادشي اللي كانت باغا جوهرة. ناضت عاود كتنقز بالفرحة، تشكر فيه من جديد، وكبور كيقول اي والله يعطيها شي عقل، هاد المرا من نيتها متيقه غناخد ليها السركله. بقات عاود ديك الليلة كاملة كتسنى غير يصبح الصباح، وجدات له يفطر ومشات عند حادة وقالت ليها على داكشي اللي طرا. حادة غير شافتها وبان ليها عنقها خاوي ما فيه جوهر، ابتسمات ديك الابتسامة الخبيثة وقالت ليها ايوا الجوهرة، فين هو العقد الجوهر اللي قلتي لي غيجيب لك راجلك؟ لا لا، راه وعدني اليوم يجيب لي بلاصتو السرتله ديال الذهب. ايوا اري دوك اليدين نطوي لك الكميمات باش غير يجيب لك السرتله ديال الذهب يبانو فيها. الله امتى يجي السي كبور ندير السرتله ونمشي نحني يديا باش الناس الدوار كاملين يشوفوا السرتله اللي يجيب لي راجلي. سنات تا جا راجلها غير شافتو دخل بلا ما يحيد صباطو، نقزت عليه وقالت له فين السرتله ديالي؟ ياك ما نسيتيها هاد المره؟ واش هاد المرا ما باغاش تعقل؟ اش خصك العريان خاتمه مولاي، المرا ما لابسه مزيان وواكله مزيان، بقى ليها غير الذهب ديرو. واسيري سيري انا لجوهره، راه دزت للذهيبي داكشي ما عجبنيش، راه درت معاه غدا ندوز عندو ونجيب لك بجوج خلاخل ديال الذهب. يالله غا سيري نعسي وهنيني. ايوا جوهرة مسكينة، الكلام اللي تقال ليها كتيقو، كتبقى دير نفس الحاجة، تسنى الصباح يوصل وتشوف حادة وتعاود ليها اش كاين. اما حادة كتبقى غير ضحكة عليها، قالت ليها عاود اجي نكفو ليك من التحت باش يبان الخلخال على رجليك، وخلاتها ضحكة. ما هو قفطان ما هو كسوة، ما ساترها من التحت ما ساترها من الفوق. مرا خبيتها يا ربي السلامة، ما قدتها حال الجوهرة مسكينة وزادتها حتى هي بالضحك عليها. ايوا كبر مسكين بقى النهار كامل كيفكر كيدير يفك الجرة مع جوهرة هاد الليلة، بقى جالس مهموم وكيفكر حتى داز جنبو واحد الراجل في الغابة، جلس حداه وقال له ياك لاباس مولاي؟ بالك هاز هم الدنيا فوق راسك. نهد كبر تنهيدة خارج بيها هم كبير وقال يا اللي تنادي قدام الباب نادي يكون فاهم، ما يسد بين الحباب غير نساو الدراهم. رد عليه الراجل الغريب وقال له ما كذبت يا مولاي، كي تنساك يدين راك بقيتي فيا يا مسكين. شكي عليا همك؟ راني غير غريب، ما تعرف تلقى عندي حل لمشاكلك. عاود ليه كبر قصته كاملة وشنو طاري مع مراتو. رد عليه الغريب وقال مرتك هبيلة وقلها على قدها، هذيك مرت خوك هي اللي مشرارة، واخا داك الخير وخبير ولكن ما شبع من خيرها، ماشي بنت الدار الكبيرة. مراتك خاص دير ليها العقل وتبين ليها هذيك مرات خوك راه غير كتغير منها، حيت باينه مرتك زينه عليها كتفكسها بالخير اللي عندها، وما تحبش راه كل حاجه في الدنيا وعندها الحل. ايوا شنو الحل سيدي؟ راه عييت نفسر ليها بالكلام وما كتفهم. مراتك هي بينه وما ينفع معها كلام، ما تنفع معها غير واحد الحيله صحيحه. غقول لي هاد الحيله كيما كانت، غير تفكني من هاد الحريره اللي انا فيها، راه حياتي ولات مرار، كل ليله كتمسي عليا بداك الكلام. قلت ليك ما تخمم ولا تفهم، انا غادي نفكك من هذا المشكل. في طرف المدينه كاين واحد القصر من زينة القصور، مهجور وما فيه سكان ولكن مسكون، اللي تخليه كيخرجوا ليه مالين المكان وكيولي يخاف من خياله. مالي دابا راه دايرينو للبيع غير بدرهم، بشرط تقدر تبات فيه ليله، وكنظن مرتك ما تصلح ليها غير شي خلعه صحيحه اللي تخليها تقدر القيمه اللي كانت عايشه فيها قبل. ايوا سيادي خلاه غير كمل كلامه، ناض شدها جريه وحده لدارو، دخل وقبل ما تبدا جوهرة بالكلام وتسول قال ليها يلا اليوم غنخليك تعيشي كي الاميرات وتكوني لا تنسى، غتعيشي في الرياض من احسن الرياضات، ومن بعد غادي تشوفي غير الذوبات والتواب الحلال. يلا بلا ما تدي معاك شي حاجه، راه كل شي كاين تما، غتلبسي غير جديد. داه للقصر
ودخلها ليه. مشى جاب ليها القفة ديال التقدية وقال ليها: باكي على جوهرة، هاد التقدية وهاد الليلة راني ما نساليش، راه ما غنباتش معاك في الدار، عندي شي شغل ما ندير. جوهرة ما داتها فيه، مشات كدور بين بيت وبيت ومبهوضة بالجمالية ديال القصر. غير بيت من هادو كتصور بعض الديور فين كانوا عايشين قبل، واش منك يا فراش واش منك يا زرابي، والدريات كبار هازين تم كبير من الشمال. جوهرة ما تيقات راسها، كتقول واش هذا حلم ولا حقيقة. فرحات بزاف وبقات كدور في القصر هي وليداتها، ويخرجوا من الجردة اللي تما ياكلوا الفواكه الطرية من الشجر اللي فيها. مشات غسلات حالتها هي وليداتها ولبسوا من اللبس اللي تما، غير لباس الحرير والثوب رطب كيريش النعام. الدور وتقول: الحمد لله يا ربي اللي رزقتينا حتى حنا من خيرك، هذه احسن حاجه شفتها في حياتي. وصل الليل وناسوا الوليدات كل واحد في بلاصتو، ماشي كيف قبل واحد لاصق في واحد ويباتوا يركلوا في بعضياتهم. وحتى من جوهرة مشات للغرفة ديالها وناسات فوق سرير من النحاس ومفرش بالحرير، فراش بحال ديال الملوك. شوية سمعت صوت قوي بزاف كيقول ليها: هاد المكان ما هو مكانكم، اللي عنده شي دوار يمشي ليه. حلات جوهرة عينيها كتصنت لداك الصوت. جاها الخوف وتسنات حتى هدا الصوت ورجعت بها الناس دغيا ونراحت المكان اللي كانت فيه. رجع عاود سمعت داك الصوت وغير كيحبس كترجع تناس دغيا حتى صبح الصباح. فاقت على داك المنظر الجميل ديال القصر والجنة اللي حداها والمنظر ديال الخضورة اللي داير بيها. نسات كاع داكشي اللي كانت سمعت بالليل وحسب ليها بلي كانت غير كتحلم. وهادشي كامل وكبور كان مازال مرجع، وبقات النهار كامل مدوزاه تما هي ووليداتها كيتمتعوا بداك المنظر والراحه اللي عايشين فيها تما. وصل الليل وبقى جوهره غير هي ووليداتها في القصر، مشاو ينعسوا كاملين. وحتى هاد الليله سمعت جوهره نفس الصوت، وبقوه ما جوهره عجب هذاك المكان وما باغات تفرق عليه، قررت تقلب على الصوت منين جاي. هزات واحد العصيه بين يديها وحطتها تحت الوساده ديال راسها وقالت: الا كان شي حد مخبي ليا في هذا المكان وكيهددني باش نخرج منه، راه ما يجي لي هاد الهراوه غير فوق راسو والله لا فلت منها. قالت كلامها ومشات تنعس وحاولت ما تخاف. رخات ودنيها باش تركز مع الصوت منين جاي، وفي نصاصة الليل بدات عاوتاني كتسمع داك الصوت. حسات باللي قريب منها وكل مرة كيهضر كتزيد تركز باللي الصوت قريب منها أكتر. والمرة الثالثة عرفاتو باللي راه غير حداها نيت. هزات هذيك لاسية ونزلات على البلاصة منين جاي داك الصوت. حسات باللي الدقة جات في شي بلاصة بحال المعدن. شالات القنديل اللي حداها وضوات المكان وشافت باللي ضربات العمود ديال السرير اللي بين رجليها من تما كان جاي داك الصوت. ولكن العمود تشتت وخرج منه كنز كبير عامر ذهب وجوهر ولويز. جوهرة ما صدقات الخير اللي قدامها. ضربات العمود ديال الجهه الاخرى من السرير وحتى هو خرج منه كنز كبير. بقات جوهرة فايقة ديك الليلة وما بقات سمعت لا صوت ولا حس لا من انس ولا من جن. عرفت باللي هذا كنز مرصود وهي اللي فكت اللغز وهي اللي كانت مقصودة وليها كتاب بين هاد السنين كلها والناس كلها اللي دخلت ليه. فكرت تايات وعرفت باللي راجلها جابها هنا غير باش تهنيه من غيرها، ولكن صدق مكتب ليها خير كبير منه. والذهب اللي طول حياتها كتمنى تلبسو جا بين يديها تلبس حياتها كاملة وما يسالي. جاها رزق عمرها ولا كانت تحلم به وفين يبان الذهب ديال حدا المحسادة. ايوا من بعد 4 ايام بالتمام جا كبور لداك القصر يرد معاه مرتو جوهرة وكيتمنى يلقاها تربات والخوف يكون خلاها تقنع بداكشي اللي كانت فيه. لقى جوهرة مستقبلها بضحكة وجه منور ولابسة احسن قفطان في الحرير ولابسة الجوهر والذهب والخلخال في الرجلين. وهو اللي كان كيحسب ليه غيلقاها ساكتة ومهدودة وكتسنى غير يجي يخرجها من داك المكان. شافت فيه وقالت له: ياك السي كبور ياك جبتيني هنا زعما باش تربيني وتخلعني باش ما نبقاش نتكلم. ايوا يا لاله جوهرة، راك انتي طيبتي ليا قلبي وما خليتي ليا حتى شي حلم من غير هذا، كاع سمحي ليا بزاف. مسامحك ازماني مسامحك. ايوا شوف نقدر ونكتب فين وصلنا، وين القلب ديالي فين وصلنا، جاب لينا الغله الكتيره. عاودت له كل ما جرى وفرح كبور. كان مخلص رياض غير بدرهم وجاه منه خير اللي عمرو كان يحلم بيه. ولا كبور وجوهرة من الناس اللي ليهم قيمة وشان في البلاد.
دار محلات كتار وتجارته توسعات، ولكن كبور ما نسى خوه، حتى هو سقاه من هاد الخير. اما جوهره واخا داك العذاب اللي دوزات عليها حاده والسم اللي كانت كتقلي ليها ما نساتهاش وما حقداتش عليها، جابتها عندها وما خلات ما دارت ليها. اللي شراتها لراسها كتاخدها لحادة، وعاشوا مجموعين في داك القصر ومتسالمين مع بعضياتهم. وهنا سالت حكايتي، مشات خبرتي من واد الواد وانا بقيت جالسه مع الناس الجواد.